السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم وبرحب فيكم بقناتي. 100 اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله هيك بقدم لكم المفيد والجديد دائما يا رب، واتمنىكم تكونوا بصحة تامة وجيدة ان شاء الله دائما، وكل عام وانتم بالف خير. واليوم راح نعمل ان شاء الله الورق العنب. الورق العنب هو له عدة طرق، بس انا كونه هيك فريش شفناه هون هيك بالحديقة، حديقة عامة كنا رايحين وحوشنا يعني، وقلت بدي اساويهم هيك معاكم مشان تشارككم معي بهالفيديو. هون عندي كوبين رز غسلتهم انا ما نقعتهم. عندي 3/4 الكيلو لحمة مفرومة، لحم ضان خروف. عندي الورق العنب تقريبا شي كيلو، اقل من كيلو. عندي دبس رمان ما بحطهم كلهم، بحط حاجتي هلا. عندي 3 اسنان توم مدقوقين ناعمين. عندي بهار مشكل معلقة كبيرة طعام. عندي دبس بندورة، فلفل اسود، بحط شوية زيت بس للفرفدة. عندي بقدونس مفروم وراس توم بدي احطهم هيك مشان النكهة. وعندي بندورة صغيرة فرمتها ناعم. وعندي النعناع ما فرمته، خليته هيك مشان ما يسود، هلا بعدين بفرمه. وهاي كل المكونات. هاي عندي اللحمة بدي احطهم تحت الورق العنب. وتابعوني ان شاء الله، هلا بعمل الحشوة، خليكن معي. هلا ضفت المكونات كلها مع بعضها هون بهالجاط، تمام. وهي عندي انا ورد جوري، ورد جوري كمان ضيفه بتحتي نكهة غير شكل، نكهة خرافية. بسم الله. هلا بضيفهم هون كمان بالحشوة. هلا بدي بلش اخلط المكونات كلها سوا مع بعضها. هلا خلطت المكونات كلها سوا مع بعضها. شوفوا من المظهر ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على سيدنا محمد. هلا حطيت انا مي بالطنجرة هون، تمام. نحن ما بنخليها يعني هيك نجور عليها كتير الورق العنب، لانه فريش تازة طري يعني. صار لكم على الحشوة ما شاء الله ريحتها بالشهي. وهلا حطيت المصفاية بقلب هاد الجاط الازاز هون. ضل عندي هالوجبة الصغيرة منه.
ضفتهم هون بهالطنجرة هاي. بس هلا تغير اللون دغري بشيلهم. بسم الله. شفتوه؟ بس هيك يعني تغير اللون. والله عم صور بايد وحده يعني ما تاخذونا هيك اذا في شيء غلط او يعني هز التليفون الموبايل. شو بدنا نسوي؟ بايد وحده التصوير ما مثل حدا بيصور للتاني يعني، صح ولا لا؟ خليكم هون مع هالمنظر الجميل ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد. صاروا بهذا اللون ما شاء الله تبارك الرحمن. ما بعرف اذا من التصوير هيك مبين لونه، بس لونهم كتير حلو، كتير طلع حلو لونه. هلا بدنا نروح نلف. وهيك بيكون خلصنا لف ورق العنب. شايفين من المنظر ما شاء الله تبارك الرحمن. هلا هاي اللحمة عندي بصلة عملتها شرايح وراس توم. تمام. هلا بحطهم مع اللحمة مشان يعطوا نكهة كتير طيبة اذا الله بيريد. تطلع ما شاء الله هنا ولا اروع من هيك طبخة ان شاء الله. هلا بدي اروح صفتهم هاد بالطنجرة، نرتب الامور كتير منيح. بهالطريقة هاي حطينا اللحمة تحت. هلا بنضيف البصل والثوم. هاي راس الثوم، هاي البصل، ورشة فلفل اسود، ورشة ملح. تمام. برجع هلا نضيف الورق العنب فوقهم. هلا صاروا على الغاز. بسم الله توكلنا على الله. هلا شعلنا الغاز تحتهم. بس يغلوا هيك شوي نرجع بنهدي الغاز. غمرناهم بالمي وحطيناهم بهالصحن. اقل شيء بدهم يعني تعيير، يعني شي ساعتين بنعير الساعة، ساعتين بإذن الله تعالى، لأنه فريش هو دغري بيستوي. بعد ساعتين إن شاء الله بشوف. ووصفتي صارت جاهزة، قدمتها بهالشكل وبهالطريقة. وبتمنى هيك تنال إعجابكم ورضاكم إن شاء الله. اعملوها على طريقتي وجربوها، كتير طيبة وكتير ناجحة وطعمة وريحة غير شكل.
وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من صالح دعائكم وشير ولايك، واستنوني لفيديو قادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. ولا تنسونا من لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة اللي تاخذ العقل وتجنن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى فيديو قادم بإذن الله تعالى.